باركت لها إحدى الجيران لنجاح ابنها وسألتها عن سبب تغيبها عن الحفل. هنا ارتبكت الأم وباركت لها بدورها لابنها، وذهبت وهي مصدومة ومحطمة مما فعله بها ابنها. وعند دخوله للبيت التفتت وقالت له: بني، تكذب علي بخصوص الحفل. أنت تعلم كم انتظرت هذا اليوم، ومع هذا استبعدتني على شكلي. جراء كل سنين الإرهاق والتعب صار وجهي متعب ومجهد، وكنت كلما أخذت بعض المال اشتريت لك به مستلزماتك لكي لا تحس بالنقص أمام أصدقائك. فرد عليها وقال: أعلم كل هذا، ولكن الآن أصبحت عندي شهادة وكان علي أن أرتفع في المستوى أكثر. فانصدمت الأم ثم تحنشت وقالت: